السلام عليكم، يا اهلا بيكم في مطبخي المتواضع ومعايا ميزاني المتواضع. هنعمل النهارده ان شاء الله حاجه سهله قوي 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 وهتعجبكم كمان قوي قوي. هنعمل النهارده صابونه الشوفان بطريقه يعني بسيطه قوي كمان. ده الشوفان انا غسلته غسله حلوه ونقعته في الميه، وبعدين هطبخه كاني بطبخ رز. يعني هنحط قد ايه؟ نحط كميه شوفان على قد كميه الميه زي ما بتطبخ رز، واحطه على النار لحد ما يتطبخ ويستوي وتحس ان الشوفان بقى طري معانا. وبعد كده بجيبه في الخلاط وبخلطه خلطه ممتازه لحد زي ما انتم شايفين شبه الكاستر الخفيف. ده كالعاده بيجي دور صابون الجليسرين المتقطع، باخده وبحطه على النار لحد ما يسيح ويبقى شفاف قوي. وانا عارفه ان التصوير سيء، ولكن ان شاء الله وعدكم لما اجيب ايفون هعمل لكم احلى تصوير. وبعد ما بنساح بحط الشوفان. بنحط شوفان قد ايه؟ بحط قدامك من 1 ل5% من الشوفان، لكن الحقيقه انا شخصيا بضيف من 1 ل3%. ممكن اضيف 1 2 3 من معجون الشوفان اللي صابون الجليسرين. بقلبه على النار لحد ما يكون ممتزج مع الصابون وداب تماما يعني. وهنا باخد منه وبقلب قبل ما بضيف، عشان احيانا بيكون معجون الشوفان مترسب تحت في الصابون. فانا احاول اقلب تقليبه واحط بقى زي ما انتم شايفين كده ايه في القوالب هنا اهي. انا حطيتها وسبتها لحد ما جمدت وجاهزه على الاستعمال وعلى اللف وعلى التجهيز. انا بحب القوالب المستطيله، مش بحب خالص القوالب اللي فيها ورد. كنت زمان بستعمل اللي فيها ورد والحاجات دي، بس انا اقصايا اللي هي المستطيله او البيضاويه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زمان زمان كنت انا بستعمل اشكال ورود بقى ولوتس، وبجيب قوالب اي قالب بيعجبني شكله اروح اجيبه، وورد واطفال وحاجات كده غريبه. لحد ما كنت بتابع واحده من فلسطين بتصدر لدول اوروبيه، فرنسا وغيرها من الدول الاوروبيه، ولقيت ان القوالب الصابون عندها او صابون المستعمل صابون عادي جدا، الوانه طبيعيه، اللي هو بتعتمد على البيضاوي والمستطيل فقط، مش بتحط كل الحاجات اللي احنا بنقعد نعملها واحمر وازرق واخضر. ولما شفت صفحتها بقيت ادور على الالوان، يعني الالوان اللي هي الطبيعيه البسيطه جدا السيمبل جدا جدا. انا الحقيقه عجبتني الفكره التقليديه ان هي فعلا بتروج للمنتج الطبيعي اكتر من الاشكال والالوان. انا هنا في واحده عسوله قوي اسمها نسيبه، انا بجيب منها اوراق الشيرنج واكياس الشيرنج، وبجيب منها كمان جايبه منها الجهاز ده اللي بستخدمه في تغليف الصابون. الورقه دي كيس ده شبه كيس بيبقى ليه طبقتين. بقطع انا بقى باخد منه طبقتين، بقطعه وباخد منه طبقه وبغلف بيها الصابون. وانا هوريكم ازاي انا بغلف الصابون. هاخد ورقه واحط عليها الصابونه ببساطه شديده جدا، وبعدين بلفها كاني بلف مثلا يعني اي حاجه، اي علبه، اي هدايا كده. وبحط كمان لزقه بسيطه عشان همسك بيها الكيس، وهو ما يقعش مني، او اقدر اتحكم فيه بطريقه افضل. يعني التغليف على حسب ذوقكم، على حسب ما انتوا عايزين. انا بقول طريقتي في التغليف، ولكن انتوا حرين في الاحرار في التغليف. وبعمله زي ما يكون هعمل عارفين الظرف كده، بعمل مثلث كده، بدخل ايدي وبعمل كاني بعمل مثلث من ورا ومن قدام، وبلزقها لزقه بسيطه، وبعدين باجي احطها وبستخدم الجهاز اللي هو الجهاز بتاع الاكياس بتاع الشيرنج ده، وبالحراره بمشيه عليها، فهو مجرد ما بيطول حراره بيقوم لازق في الصابونه وبياخد شكلها، وبقى بصراحه شكله قد ايه احترافي، قد ايه حلو قوي قوي، جاهزه ان انا احط عليها الملصق بتاعي. شايفين الجمال، شايفين الروعه، شايفين التحفه، مفيش اسهل من البساطه. طيب هل ممكن نضيف بودره الشوفان للصابون الجليسرين؟ ممكن، ولكن في الحاله دي هتبقى اسمه صابونه مقشر الشوفان، لان البودره نفسها هتبقى الى حد ما قاسيه على الجلد، فهتبقى مقشر مش زي ما احنا عملنا بطريقتنا. طب هل ممكن اضيف الوان واحمر وازرق وطبقات؟ ممكن، بس انا قلت لكم ان معظم الناس اللي انا تابعتهم وبيصدروا في دول اوروبا وما شاء الله شغلهم حلو قوي، هم مش بيعملوا الاشكال الكتيره اللي احنا بنعملها دي، هم بيعتمدوا ان المنتج طبيعي، فبيبقى الى حد ما بيختاروا اشكال والوان واحجام يعني اللي هو الشكل الصابون التقليدي عشان يتباع. طب تجربتي الشخصيه، انا نزلت في الصيدليه الاتنين، نزلت اللي هو الاشكال ونزلت العادي، لقيت الناس بتميل برضو للشكل التقليدي بتاع الصابون. طب ليه؟ قالوا لي لان هو اسهل في الاستعمال. يعني تخيل انت ماسك ورده وقاعد بتمسح بيها، او قلب وقاعد بتغسل بيه ايدك، غير ان انت بتمسك الشكل المستطيل اللي هو اسهل في الاستعمال، فرغوته احسن، سهل في الاستعمال، بيقدروا يستعملوا الاخر جزء منه. ودي كانت صابونه الشوفان. اشوفكم في حاجه اسهل وابسط واحسن من كده ان شاء الله، ومع السلامه.